كيكة جيلي بطريقة سهلة وطعمها تحفة. الكيكة بتاعتها هشة جدا. انا أمنية اشرف. لو عجبكم الفيديو اعملوا فولو لايك شير ويلا بينا. هعمل اول حاجة الكيكة. هضيف البيض في الخلاط والفانيليا والزيت والحليب وكمان معلقة كده من الخل والسكر. بعد بقى ما ضربته في الخلاط هضيف بقى الدقيق، والدقيق هضيفه بالتدريج وكمان البيكنج باودر. طبعا لازم كله يتنخل. انا احتاجت 3 كوبايات الا ربع من الدقيق وكمان باكت من البيكنج باودر. هفضل اقلب بقى لغايه ما الدقيق يختفي تماما واوصل للقوام ده. هصبه بقى في صينيه مدهونه كويس قوي وبعدين هعمل الحركه دي وادخلها فرن يكون سابق التسخين. والمقدار ده عمل معايا صينيتين. لما الكيكه تبرد شويه هبدا اقلبها بالطريقه دي واسيبها بقى على جنب واجهز الجيلي. هحتاج باكت الاول من جيلي عليها كوبايه من الماء المغليه، وبعد ما تدوب هضيفها بقى في الصينيه بتاعه الكيكه واسيبها بقى في التلاجة لغايه ما تمسك تماما. هحتاج كمان 2 باكت من جيلي عليهم كوبايتين من الماء المغليه وهسيبها في التلاجة تمسك حاجه بسيطه بس. دي بعد ما طبقه الجيلي اتمسكت كويس قوي، ودي بعد ما اتمسكت حاجه بسيطه هاخد منها شويه وابدا افردها على الطبقه بتاعه الجيلي واحط بقى الكيكه عليها واضغط شويه واخد بقى الاتنين باكت جيلي بعد ما اتمسك حاجة بسيطة قوي وابدأ ادخله ما بين الجيلي وما بين الصينية بالطريقة دي لغاية ما اخلص الكمية كلها. كده تمام. هدخلها بقى التلاجة اقل حاجة ساعتين لغاية ما تتماسك كويس جدا. وقبل ما بقلب كيكة الجيلي بحطها في حمام مائي دافي ثانية بالظبط وبعدين تشيلوها والف هنا.